شوف احنا كلمه حق غادي نقولوها للاستاذ سعيد الناصيري، ضروري في هذه الحلقه نقول لك احييك ما حييت، والله يرحم الكرش اللي حطاتك. احييك اولا لذماته خلقك ولتواضعك ولعصاميتك ولاصرارك على النجاح. انت مدرسه في النجاح، برافو ليك، عندك واحد الشخصيه اخي، يعني برافو ليك. سبحان الله، حاولوا يحاصروك وكتب لك النجاح. شنو الدروس اللي استخلصنا من الفيلم ديالك سعيد؟ اول ملاحظه لاحظتها هو انك اكدت لي، على فكره احنا كنعرف المغاربه تيمشيو مع المظلوم ومع المحقور. كاين الفيلم فيه لمسه، انا تفرجت فيه لمسه فنيه، فيه اداء، فيه اخراج، فيه رغم امكاناته المتواضعه من حيث كيبان بانهم، ولكن ملي كتبان البصمه ديالك الفنيه والمخرجين يعني كاين واحد جديد. ولكن اللي عطى نجاح اكثر للفيلم هو كيبان حتى المغاربه باغيين ينجحوه. المغاربه ما كيحسوا شي جهه ما كتستهدف شي واحد، فالمغاربه كيوقفوا مع الانسان. هذه خاصيه مغربيه، هذه رساله خصني تلتقطوها. يعني الناس اللي ما بغاو هذا الفيلم هذا ما ينجحش. ملاحظه مهمه بزاف كذلك شفتها في هذا الفيلم ديالك السي سعيد، هو ان المغاربه صيفطوا واحد الرساله من خلالك، كيقولوا لبعض الجهات والمسؤولين في المغرب لا نريد التفاهه، المغاربه باغيين الجوده، المغاربه باغيين المعقول. يعني كل المحاولات ديال الالهاء وديال السلاب الثقافي وديال التسفيه كلها باءت بالفشل. وكان العنوان الابرز عبر هذا الفيلم هو انه لا يصح الا الصحيح. والله ما كاين غير الصح، كلشي كيطلع عليه النهار. تصور في عز المهرجان د مراكش وكذا كيجي فيلم وكيسيطر من داخل اليوتيوب على كلش. هنا المغاربه كيقولوا للعالم راه حنا باغيين المعقول. حاجه اخرى في الفيلم ديالك واعتقد هي السبب اللي خلاتهم يحاصروك، اعتقد في واحد رساله رائعه، هو انه المشكله راه فينا ماشي في السلطه. راه حنا نهضروا على حقوقنا، عن فرض ايقاعنا. راه المشكل ديال المغاربه علاش عشنا هو اننا تراجعنا ولات الحلول الفرديه بدل الحلول الجماعيه. الفيلم فيه هذه الرساله الجميله، هو انه يعيد الهمم، يستعيد الهمم ويعيد الثقه ديال الناس، وهذه اللي ما حاملناش بعض الناس، خصوصا هذه الحكومه ماشي يبغيكش تثق في راسك. لقاو بان اليه ديال الاخضاع وديال ديال التبعيه هو انه يحسك سكخاو نحن كاين. هذه العمليه ديال الشعب على انه ممكن تكون عنده كلمه، هذه هي الرساله المهمه في الفيلم، الرساله الجميله. الى جانب كيفاش نقل، وماشي غير نقل، شي النقل ديال الفيلم والواقع المغربي ماشي هذا هو الرساله اللي كاينه وسط الفيلم، ان قادر الناس يفرضوا الايقاع ديالهم ويفرضوا. فتحيه لك سعيد، واحييك عاليا على دماثه خلقك وعلى نقاء فكرك وعلى صفاء يعني القلب ديالك، وانت مغربي، واحييك عاليا، واحيي المغاربه عاليا اللي احتضنوا هذا المنتوج الفني.